اليوم 19/9/2014. هذا هني تشوفون حديقة جمال عبد الناصر منطقة الروضة. هذا اللافتة مالت المشروع صار له تقريبا الحين 1 وشهرين على هالمشروع اللي ما خلصنا. شالوا السور وما راح يخلص، هو ما دام في مصالح ما راح يخلص. شالوا السور اللي على الحديقة وكل الحدائق بالكويت، لكن شوف التاجر المستفيد من الحديد هذا. لكن نتكلم عن المنظر العام اللي على الشارع الرئيسي. شوفوا المخلفات الموجودة صار لها أكثر من 2 و3. شوفوا الزبايل المقطوطة، شوفوا ملوت السبيل، شوفوا ولا أحد فيهم راضي يتحرك. هذا على الشارع العام. شوفوا هذول طالع حتى وزارة الأشغال هم بعد تخزن هني. شوفوا هني، وهذا هم بعد علم الكويت هم قاطينه. روح ألعاب الأطفال، روح شوف. هذا كله على الشارع العام مقابل نادي كاظمة. شوف هذا السور اللي كسروه، شوف كله على الشارع العام. روح. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني شوفوا التخزين على الشارع. شوفوا يصير الشكل لا بلدية تحرك لا هيئة أبد. شوف التخزين. حتى المكاين طالع سنين وهي بهالمكان. شوف هذا كله حديقة جمال عبد الناصر اللي مع الأسف حتى أخشاب. شوف خلت تشب النار وشوف طالع. شوف هني هذا اللي بحديقة جمال عبد الناصر. هذا الجزء الثاني. هذا الجزء الثالث بحديقة جمال عبد الناصر. شوف هني هذا خياش الحصم اللي جابوه. شوفوا كودوا بالآلاف. هذا اللي هني درامات تواير اكو بالآلاف. شو التخزين. هذه اوراق جمعية القادسية، جمعية الروضة. هذه اوراق جمعية الروضة. هذا العاب هم بعد الظاهر يلعبون هني. شوفوا الدهن درامات بنزين، الظاهر انه بنزين. هذا اذا احترق ما يقوم المنطقة، يقوم الديرة. شوفوا خياش الحصم اللي شروها بالملايين. شوفوا شوفوا التخزين. شوف هذا كله اللي تشوفونه بحديقة جمال عبد الناصر اللي مقابل نادي كاظمة. شفتوا؟ مع الأسف والله، مع الأسف على الرغابة، مع الأسف. السلام عليكم.